بتبرع كريم من الأمانة العامة للأوقاف دولة الكويت، تقوم اللجنة الكويتية العليا للإغاثة بتنفيذ برنامج إغاثة الشعب السوري في الداخل. ويقوم بتنفيذ هذا العمل جمعية أهل الحديث الخيرية بمشاركة مؤسسة سنابل الخير للإغاثة والتنمية. ألا يا نفس هل ضاقت بك الحيل لكي تغزي الفؤاد وفيه نقتتل، كأنك لا تريدين السلام ولا ترين بأننا بالحب نكتمل. بسم الله الرحمن الرحيم. تم شراء كافة المواد الغذائية بعد البحث عن أفضل الأسعار وعن طريق الشراء بالجملة، ونحن اليوم نجهز السلة الغذائية بالشكل الكامل، وكل الشكر لكل من ساهم في هذه السلة الغذائية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شاب متطوع، حبيت أشترك بتنفيذ هذه الحملة مع فريق سنابل الخير للإغاثة والتنمية، ونقدم الشكر للجنة الكويتية العليا للإغاثة على برنامج إغاثة الشعب السوري. إذا ما النصر حالفني فذاك لك نجاة من عذاب ليس يحتمل، ونصر. بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية كريمة من اللجنة الكويتية العليا للإغاثة وتبرع كريم من الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت الشقيقة، تقوم جمعية أهل الحديث الخيرية بتنفيذ برنامج إغاثة الشعب السوري في الجنوب السوري في محافظة ريف دمشق، الغوطة الغربية، وأرياف محافظة درعا. وكل الشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل المبارك. هززتك هزة الزلزال للجبل فخارت قوتي. وتم تنفيذ برنامج إغاثة الشعب السوري في محافظة ريف دمشق ومهجري الغوطة الغربية من قبل فريق مؤسسة سنابل الخير للإغاثة والتنمية. وقام فريق مؤسسة سنابل الخير للإغاثة والتنمية بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتوزيع السلل الغذائية على سكان قرى ريف درعا المحرر. دعوتك عند بيت الله للندم وعدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت وتاريخ 6/8/2016، يوم إغاثي جديد لفريق سنابل الخير بدعم طيب ومبارك من اللجنة الكويتية العليا للإغاثة في برنامج إغاثة الشعب السوري في الجنوب السوري محافظة درعا. سأبحر رغم ذلك نحو أمنيتي، لعل دائما وابدا ويرضى عليكم الجميع ويرضى على كل واحد يدعم سوري. والله كلها طفران، والله كلها طفرانه ومبدله. عندنا هالظروف، يوم تشتغل ويوم وياما بيشخبز ويرى في مي. رحيب إن رأته العين تكتحل، رحيب إن رأته العين تكتحل.